بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور وائل شامي، أخصائي الجراحة الوعائية. اليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم بخص شريحة كبيرة من المجتمع، شريحة المدخنين. طبعا بحكم اختصاصنا عم نواجه كتير مرضى وحالات منتشرة اللي هي التهاب الأوعية الخسري الساد المعروف بداء برجر. هذا الداء يصيب الشرايين المتوسطة والصغيرة، يؤدي إلى التهاب بالأوعية. فننصح الأخوة المدخنين اللي بيتظاهر عندهم أي آلام شديدة بالأطراف أو قرحات عبارة عن جروح غير شافية باليدين والقدمين أنهم يراجعوا أقرب عيادة للجراحة الوعائية. نصائحنا لهم: العلاج اللي ممكن يوصف له إياه الطبيب، العلاج الدوائي، أهم شيء اللي لازم يتبعه المريض هو إيقاف التدخين، لأنه هو العلاج الرئيسي والعلاج الوحيد والعلاج الشافي. باقي العلاجات هي علاجات مخففة للحالة، من مسكنات، من مميعات، مضادات التهاب. ننصح إيقاف التدخين عند الفئة من الناس اللي عندهم آلام شديدة واللي عندهم قرحات جروح غير شافية، إنه إيقاف التدخين، لأنه هو السبيل الوحيد لشفاء الجروح. ننصح بالابتعاد عن التدخين والابتعاد عن الأماكن اللي يتم فيها التدخين. بالختام، نرجو الشفاء العاجل لجميع المرضى.